السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. بصراحة بكل أمانة واحد الفترة الأخيرة كره مباراة الأهلي مع الزمالك بسبب كولر. أنا في الطبيعي مش بكره كولر، بس كولر بيجي بيهاجم ماتشات الزمالك ويألف فلسفة زايدة في التشكيل. مش عارف بيقلق خالص من ماتشات الزمالك كده ليه؟ ليه أسهل ماتشات احنا كنا بنلعبها ماتشات الزمالك دي؟ ليه الفلسفة الزايدة دي يعني؟ ليه؟ أنا ماشي احترام المنافس، احنا بنحترم الزمالك نادي كبير ونادي، بس ما خلاص العب لعبك العادي. ما انت بتلعب كل ماتشاتك تشكيلك بتلعب بيه العب بيه. ما كل الفرق بتقابل الزمالك عادي اهو، شايفين بترجيت عملت مباراة محترمة قدام الزمالك ولا فرق ولا الناس الحلوة دي. ليه التأليف في التشكيل يعني؟ ليه يعني؟ ليه تلعب لي باك مش باك وتلعب لي نص مش نص ومبوظ الفرقة خالص؟ يا عم ده موسيماني كان بينزل في ماتشات الزمالك فور ربع ساعة بيخلص وخلص على كده يا عم. ثلاثة وأربعة وخمسة، ولا نسينا ولا إيه؟ من ربع ساعة بننزل في ماتشات الزمالك ده وخلص على كده. الزمالك بقى تدي الهدف الاول هوب تلحقوا بالتاني خلاص بيبطل مهما كان قوت. لكن انت جايب لي لعيب اكرم ماشي اخر الموسم عندك تلعبوا لي باك يمين، وجايب لي لعيب نص لسه ناشئ لعبوا لي باك شمال. يا عم ما تلعب اللعب العادي يا عم عنديك. ماله يعني معلول الراجل طلع مع شوبير قال لك يا عمي، شوبير بس قال له انت جاهز ولا مش جاهز؟ قال له بس انا اشوف الملعب. خلاص يا عم يا سيدي مصاب، عندك الدبيس لعيب متألق فترة أخيرة، لعيب منتخبات. الناحيه اليمين محمد هاني، يعني محمد هاني جديد علينا في ماتشات القمه يعني. انت خايف من مين؟ مع احترامي يعني مصطفى شلبي، انت خايف من مصطفى شلبي؟ يا راجل بتلعب لعبك خلاص والله هيتامن دفاعيا يا عم، عايز تامن الاطراف بتاعتك والباكات. خلاص العب بثلاثه مور، العب بشرف دارو وربيعه والعب بالعش ثالثه، وخلي اللعيبه ماتش كامل 90 دقيقه ولا 95 دقيقه ما نعملش فيهم اوفر. سايب امام وجراد الشارع قدام طحنوهم والله العظيم، اخذوا كميه ضرب من لعيبه الزمالك عامله زون ديفنس، اخذوا كميه ضرب. ما تفتح الملعب يا عم. الشحات مبطل لي فتره، محمد عبد الله بديل بناشئ رايب عليك والله العظيم. انت لو واحد يعني ما بتفرجش على المباراه وقلت له كولر كان منزل محمد عبد الله وسايب وسام وبن شرقي هو بره على الدكه، هيقول لك ده مجنون. مع احترامي ليك يعني يا عم، دي لعيبه طالما جاهزه عندك بتلعب. لعيبه طالما يعني سايبهم على الدكه بيقول جاهزين، وفعلا اما نزلوا جاهزين. طب انت بتعمل كده ليه؟ ما ترتب يعني الماتش ماشي يا عم، احترامي للزمالك فوق راسي. انت ليك خمس ست ماتشات بتركب الزمالك حرفيا علينا. ليه يا عم؟ انت بتركبهم نفسيا علينا، وخد بقى النغمه هتشتغل بقى، جايب صفقات بملايين وجايب وي وي وي. خد بقى الشريحه هتشتغل الفتره الجايه علينا، وحقهم يا عم والله حقهم. الزمالك يعني بص، ما فيش فرقه بيمروا فترات صعبه، مدرب راح مدرب جه مفيش. ليه يا عم؟ ما تلعب ماتشك السهل يا عم، العب باك باك والعب النص نص. الواد احمد رضا اداك الشوط الاول يا عم، اداك اسحب ما تنزل السوليه يا عم، الواد اتهرى. انت قاعد بتتفرج على الماتش زينا من بره. فريق بيلعب معروف بيلعب متكتل وعامل زون ديفنس يعني. ما خلاص يبقى لعبك كله يبقى على الجناب، لقيت يا الله ما حيل الجناب خالص. يا عم الف به كوره الحاجات دي والله. مش عارف انت يعني، انت لعبت قدام ريال مدريد لعبت قدام فرق على المصنفه مستوى ايه ميزانيه دول يعني، ما تيجي في ماتشات الزمالك وتخيب. يا راجل دي تسلاية يا راجل في ايه؟ ولا ايه؟ ولا نفكره بموسيماني يعني ولا ايه بالظبط؟ العب لعبك العادي يا عم، العب لعبك عادي باك باك ليه القلق الزياده على اللزوم ده؟ خلاص يا عم اعدل فرقتك والعب والله والمكتوب مكتوب يا عم ايه. خلاص نتيجة ماتش ما تخلص. انت اعلى فترة اخيرة فرقة فيها لعيبة، كنت بتقول ما عنديش لعيبة في يناير، جابوا لك لعيبة تقيلة ولعيبة رجعت من الاصابات. خلاص يعني مالكش حج.
ليه العك ده؟ ليه عك وفتي في التشكيل يعني؟ ارحمنا شويه يا اخي. ما تجيش ماتشات الزمالك وتألف وتفتكر التدريب بتاعك ما خلاص يا عم، ماتش زي ماتش، العب ماتشك. ولا ايه؟ احنا بصراحه بقينا نقرف من ماتشات الزمالك. مش خوف والله يعني، احنا ابدا ما خفنا من الزمالك. الزمالك في ازرق قوته احنا عارفينها والله، وبيبقى احسن مننا، عارفين هنفوز في المباراه. تيجي دلوقتي احنا اللي اقوى بكتير بكتير يعني، ها ماشي. بقول ماتشات الزمالك ما لهاش، ماتشات اهلي والزمالك ما لهاش توقعات ولا كلام من ده، لا بس في يعني، في حاجات بتبان يعني. يعني الزمالك باين من اول موسم تخبط وما فيش لعيبه ولا ايه. مع احترامي اه والله، الزمالك ثلاث لعيبه بس، زيزو عبد الله السعيده وبنتايك، ولعيب جاي له من امبارح يعني. مين تاني في الفرقه؟ قول لي كده مين تاني. انت في الماتش كله لا شايفين جمله الفتره الاخيره يعني، مش ماتش الزمالك بامانه، لا شايفين جمله بتعامل فنيه ولا هو الراجل امام عاشور الله يبارك له، متالق ومهارات، بيعمل كل حاجه في الملعب. انت فين الشحات؟ ليه فتره سايبه ليه؟ سايب الشحات ليه؟ مشطب كوره ليه فتره؟ قاعد يا عم، اقعد معاه شوف ايه ماله ده. يعني فرقه خلاص ابتدت تفوق ونرفع كده، ليه تاخرنا وترجعنا لورا؟ اي نعم هو ماتش مش هيأثر، بس انا بتكلم على جاي. ما خلاص ما تعكش بقى خلاص. احنا دلوقتي وسام جراديشار، بن شرقي، امام عاشور، اللعيبه دي كلها جايه ترميها من اول ماتشات. ارمي، خلص نفسك من اول ماتش، من اول ماتش يا عم. نص ساعه خش انزل خلص اي ماتش، وبعد كده تفلسف بقى الفلسفه الزايده بتاعتك دي. ليه نستنى كل ماتشات ونعك وبيدخل فينا هدف؟ بقينا احنا اللي كنا احنا اصلا زاد 90، بقى بيخش فينا هدف اخر ربع ساعه من اخطاء فاتحه يعني. معلش اللعيبه بتسرح، لعيبه الاهلي بقت بتسرح في اخر ربع ساعه، بنشرب باهداف ملهاش اي لازمه. الشناوي لا، ما بحبش اتكلم على الشناوي، الشناوي ده مشطب بالنسبه لي من 3 سنين انا. لكن انت ايه بقيت بياخدش فيك اهداف سهله في اخر ربع ساعه؟ ما تفوق فرقتك يا عم. هنتكلم على لعيبه واحد واحد، خلاص انت فوق فرقتك من بره، ما تنامش من بره. فرقه بقت اخر 10 دقائق بخش في ايديك اهداف ايه ساذجه والله. ليه يعني؟ ما تركز، ده احنا كان فرقه كانت بتلعب بنين اخر 10 دقائق. يلا على الله. بس نتمنى الفتره الجايه دوس. احنا الفرقه هتفوق الفتره الجايه، راجع لك اصابات مع الناس دخلت، مع بن شرقي لعيب تقيل هيفرق معاك، دخل وسام، العب باثنين يا عم، العب بجرادشار والعب بسام يا عم، والعب بن شرقي وامام، والدنيا حلو. نص الملعب يا عم احمد رضا لعيب كوره بسم الله ما شاء الله عليه، اديه ورميه كده، بس حسيت تعبان. غير يا عم، ايه في اللعيبه تحسه جوه الملعب خلاص غير. اقرا الماتشات، شوف الفرق يا عم. مش كيمياء والله، والله بنقول ده مش كيمياء. انت مدرب كبير وعدت ماتشات كبيره قدام الهلال وقدام الاتحاد وقدام ريال مدريد وقدام ايه. خلاص العب ماتشاتك يا عم العاديه، بتلعب من غير تأليف. بس كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.